تاني فقرة معانا النهاردة مشاهدينا بنتكلم فيها عن صيام الأطفال، وهل يا ترى هو مفيد أم مضر، ونبدأ من سن قد إيه. كل ما يتعلق بصيام الأطفال في رمضان هنعرفه حالا من خلال دكتورة مروة عادل، وهي دكتوراه في التغذية العلاجية وعلوم الأطعمة. كل سنة وحضرتك طيبة ومنورانا في نهارك سعيد. حضرتك طيبة وبخير. طبعا احنا خلاص يعني عدينا نص رمضان، بس مازال في أولاد بتبقى حابة إنها تصوم، وممكن تبقى في مشاحنات برضو مع أهاليهم من أول رمضان، بالذات اللي هم سنهم صغير. طبعا هنصوم لحد كذا، هنصوم لحد العصر، او نبتدي بالذات لو بيروحوا حضانه او مدارس وبيلاقوا اولادهم يعني اصدقائهم بقى كمان بيصوموا، بيبقوا عايزين يقلدوا. عايزه اعرف من حضرتك السن المناسب للصيام بدايه من سن قد ايه؟ احنا نبتدي نعود الاطفال على الصيام من اول سن 7 سنين، من 7 ل10، وبنسميه نظام الصيام العصافير. يعني بيصوم بس ما بمنعوش عن الميه، ويصوم مثلا لحد اذان الظهر، اكتر من كده شويه. ودايما ابقى مركزه ومخليه بالي لو حسيت انه مثلا وشه اصفر، تعب، داخ، لا لازم لا يبتدي ادخل اكل. عشان كده هو وصل لمرحله ان السكر عنده بدا يقل، طاقته اللي بيبذلها، لان الاطفال بتتحرك في السن ده كتير. أيوة، فلازم ناخد بالنا يعني كأم تبقي مركزه ابنك حالته ايه. لكن بيصوم فترات صغيره، شجعيه، دخلي معاكي المطبخ، عوديه ان انا تعالى هنعمل الفطار، حببيه في فكره رمضان بكل عاداته وتقاليده، والصيام يبقى بسيط يعني مش اجبار يعني. بس هو انا دايما اقول ان الام هي روح رمضان، يعني هي اللي بتعمل رمضان وروحه في البيت، يعني هي الاساس بصراحه. وفكره ان الولاد كمان بيلاقوا ان الاسره كلها بتفطر وقت المغرب، فهو ده بيشجعهم اصلا اللي هو يبقوا بيصوموا ويكملوا اليوم. وخصوصا ان رمضان كمان بيتميز برضو بحاجات ما بتبقاش موجوده طول السنه، التمر والمشروبات الرمضانيه الجميله واكلات والشوربه والحاجات دي، فده ممكن برضو بيساعدهم على انهم يكملوا. انا مش عايزاه يكمل وقت طويل يتعبه او يحصل له حاله ارهاق منه. انا كل اللي انا عايزاه التعود على الصيام. انا من 7 ل10 بدربه ان هو يصوم، باخده على فترات بسيطه. وقف اكل، لو عطشان اسيبه يشرب، اعمل نفسي مش واخده بالي، تمام اشرب مش مشكله. بس زي ما بقول لحضرتك كده اركز ان طول الوقت انا عيني عليه. لو حسيت انه بدا يدوخ، تعبان، قاعد مش بيتحرك كتير، لا ما استناش عليه، لا لازم اتدخل. لو بيروح بقى المدرسه او الحضانه هتبقى عينها عليه ازاي؟ لا ما هو في الحضانه انت الصبح ده فتره الصبح، المدرسه او الميس الموجوده في المدرسه تبقى واخده بالها، ونفس الوقت تبقى انت حاطه له برضه حاجه او سناكس او حاجه معاه لو حصل اي حاجه. بس هي الفكره ان انا احب دايما ان في السن ده لا يتعود، وبالذات انه بيبقى شايف باباه ومامته قدامه صايمين وهو عايز يقلدهم، عايز يقلدهم. فبدل ما يعمل حاجه وانت ما تبقيش اوير ليها او كذا، لا انا معاك واحنا هنصوم، وعادي حتى لو عايز ياكل او كده، لا كل عادي. احيانا بقى للاسف بيبقى في تنمر في المدارس، يعني لو في اطفال بتقدر انها تكمل اليوم وبتصوم، ولو لقوا حد من الولاد شرب او اكل، انت مش صايم، يبداوا بقى ايه يا فاطر رمضان، وعارفه الاغاني بقى اللي هي بيتنمروا عليه. برضو خلينا نوجه احنا كاهل نقول للولاد ايه لو حصل موقف زي ده. لا هو المفروض انا لما يجي، المفروض انت كطفل انا افهمه انت مش ملزم، انت دلوقتي لسه ما وصلتش لمرحله الالتزام بانك تصوم، انت بتتعود على الصيام، بتتعود على عاده هتعمل ايه، هتقدر ولا لا، وانا مش بلزمك ان انت تصوم لحد المغرب. فطالما انا مش بلزمه، حتى لو حد من اصدقائه او كذا اتكلم، لا ده خارج عن ان ده مش الزام، انت مش مريض ومش عندك اي حاجه بتلزمك ان انت تعمل ده. بس المفروض المدرسه توجه برضو الاطفال، يعني اللي بيعمل كده اصلا الطفل المفروض يعني حتى في السن ده مش المفترض يصوم لحد المغرب اصلا، لان ده بالنسبه لطاقته مش هيستوعب. انا كنت بعمل حاجه لطيفه قوي مع اولادي وهم صغيرين، كنت قبل ما يروحوا المدرسه الصبح بفهمهم ان ده السحور ويكملوا بقى افطار الصبح قبل ما تنزلوا السحور، ولما ترجعوا بقى تبقوا يعني. هو دلوقتي عشان التطور التكنولوجي اللي بقينا فيه، فبقت الولاد اكتر وعي من زمان. يعني زمان لو كنت تقولي للطفل انت مش صايم فماشي فاهم، لكن دلوقتي مع وجود الوسائل التواصل الكتير خلاص هو فاهم كل حاجه. صحيح. فانا بقى افهمك بقى، يبقى نتعامل ان احنا كبار، انت مش ملزم، ولما يجي وقت التزامك هتبقى ملزم، بس انت يعني اول ما تحس نفسك مش قادر وقف. طب ايه الاكلات الصحيه اللي حضرتك برضو تنصحينا بيها كأمهات اللي المفترض الولاد ياكلوها، سواء وقت المغرب بقى او طول اليوم عموما، او لو هيتسحر او هياخد مثلا حاجه بسيطه الصبح وبعدين يكمل اللي هو الصيام العصافيري؟ لان للاسف برضو في ناس كتير بتركز على الحلويات الشرقيه والحاجات اللي فيها سكر، والحاجات اللي معروف عنها انها للاسف مضره.
اهم حاجه اصلا في الصيام لو انا بدرب ولادي السحور ده اهم من حتى الفطار. السحور ويكون في بيض، يكون في فول، يكون في زبادي، انا عايزه يكون في بروتين وفي مواد بتقعد مده اطول لحد ما الهضم بتاعها يكتمل. الفول بيقعد مده طويله. صحيح. الفول طبعا، البيض طبعا عشان البروتين، الزبادي عشان ما يحسسوش بالعطش. دي اهم حاجه. الخيار بالظبط. بس انا يعني تمام، بس اهم حاجه السحور الفكره. أيوة يعني صحيح. لو انا ببتدي مع الصيام بالنسبه بقى لفكره اللي حضرتك قلتيها دي مهمه جدا. انا مش عايزه السكريات، واحنا اصلا عايزين نخلي ولادنا يتعودوا ان هم يبطلوا السناكس اصلا اللي بتتاخد، الحلويات والحاجات اللي بتجوا. فالفتره دي حلوه ان انت فتره انا صايم، فهو يعني مش هتاكل حاجه فيها الحاجات اللي هي فيها مواد حافظه، مواد صناعيه، الوان. انا بس هاكل حاجات طبيعيه. الحلويات عموما للكبار وللصغيرين وهي مش مستحبه يعني. صحيح. مش يعني احنا حتى اقول لك للكبير نفسه لما تيجي تفطر، اول حاجه تفطر عليها افطر على البلح ولو لبن، وبعدين صلي، وبعدين ارجع لو في شوربه اشرب شوربه الاول، بعد كده كل بروتينك الاول، بعدين كل السلطه، واخر حاجه خالص النشويات. ده الترتيب اللي ممكن يريح معدتي. وكمان اخد كميه صغيره جدا، وممكن افصل بعد الصلاه التراويح مش عارفه ايه، اكل تاني وجبه تانيه مكمله قبل ما باخد السحور، يبقى انا خدت 3 وجبات. فده بالنسبه للكبير. فالصغير لا، انا هديك وجبات صغيره كميات قليله، ويا ريت بلاش حلويات، لان الحلويات هتخليه عنده طاقه ان هو يتحرك كتير، وفي نفس الوقت ما فيش شويه وهيبتدي يحس انه جعان تاني وعايز ياكل. صحيح. تاني. والسكر هيعمل له خلل بقى في الانسولين والهرمونات اللي موجوده عنده. حقيقي صحيح. طب هل الصيام برضو بيبقى بالتعود؟ يعني احنا النهارده هو 18 رمضان، بيبقى دايما نقول اول 3-4 ايام ده اللي بيبقى لسه الواحد ممكن يبقى جعان عطشان، والطفل كذلك، ولا الموضوع لا بيختلف؟ لا، احنا الكبار بنقعد 3 ايام مخنا بيعمل حاجه اسمها حاله الادابتيشن، اللي هو التكيف اصلا على فكره ان انا بمنعك. حتى تلاقي ناس تقول لك ايه، انا كنت ناوي اخس في رمضان. طب انت ما خسيتش ليه؟ انا ليه بقى؟ المخ عنده ومخلوق اصلا عشان يدافع عنك. فانت بتقعدي 3 ايام، اول 3 ايام هو مش مستوعب هي ما بتاكلش ليه. فبيبتدي بقى بعد الثالث يوم بعد ثالث يوم بقى يعمل حاله التكيف دي ويبتدي يقاوم. فانت حتى لو ما اكلتيش كميات كبيره او حاجه، هو خلاص هيعود نفسه وياخد سعرات وياخد حاجته على قد اللي انت جايباه، ما بتنزليش. دايما نعمل للمخ زي صدمه كده، انا مش ماشيه على نظام واحد. ايوه حقيقي. بدليل ان يعني اول يوم في عيد الفطر احنا كلنا ما بنبقاش جعانين الصبح، مش قادرين نفطر. يعني خلاص احنا اعتدنا على الصيام. لا بس احنا في عيد الفطر بقى الكحك بقى ومشاكل والرنجه والحاجات. ايوه مفيش بنبوظ كل. حابه اتكلم مع حضرتك برضو على المراهقين اللي عندهم سكر. يعني دول بقى بجد انا يعني بتعاطف معاهم جدا، لان فتره المراهقه انا يمكن دايما بركز في الكلام على التنمر، لان احنا للاسف بقى في كتير قوي. يا ريت الاهالي توجه ولادها على فكره ان ما حدش يتنمر على حد، ما حدش عارف اللي قدامه ده عنده ايه، بيعاني من ايه. فالمراهق اللي هو سن مثلا 13 14 15 سنه وفيما فوق بيبقى مضطر احيانا ما يصومش بسبب ادويه السكر. فبرضه تقولي لنا هل بيصوم ولا ما يصومش، ولا على حسب الدكتور قال له ايه؟ نعرف من حضرتك. واولا بقى التنمر دي حاجه جديده تقريبا. احنا اصلا كشعب مصر عموما احنا بنحب نهزر مع بعض، فاحنا كناش بنزعل، فحاليا بقينا نزعل حتى من الكلام العادي. فيعني نتعود ان ماشي، بس انت كمدرسه تعمل توعيه ان ما يبقاش فيه اي تنمر، بالذات لما يكون في حاله مرضيه. مريض السكر بالذات مريض حساس، التغذيه بالنسبه له مهمه جدا. والتغذيه ليه تحديدا بتبقى انديفيدوال فرديه، يعني على حسب حالته. وطول الوقت لازم يبقى في قياس لمستوى السكر في جسمه، المفروض ما يزيدش ما يقلش عن ال70 ولا يزيد عن ال200. فانا طول الوقت مركزه ان الطفل ده ما يبقاش عنده السكر لا عالي ولا واطي، لانه ممكن ينزل ويحصل له غيبوبه. ما انا اتصام وبعدين وجات له غيبوبه. فده بيختلف حسب حالته. لازم الطبيب اللي متابعه هو اللي يقول له انت هتصوم في السن ده. يعني مش محتاج ده، محتاج دكتور بس ينظم له الوجبات اللي هياخدها، واذا كان يسمح له بالصيام يصوم. لكن لو حس نفسه انه تعبان، وده يعني مش كلامنا ومش تغذيه، ده ربنا اللي قال لو انت تعبان خلاص انت عليك انك تفطر خلاص. وربنا بيحب انها تؤتى رخصه يعني. بس الفكره اللي انت بتقوليها مهمه جدا، ان المدارس لازم تفهم الاطفال عندها ان ما ينفعش يكون في مريض تحديدا مريض السكر وانا اتنمر عليه بشكل او باخر. والله اي مريض ده، حتى لو حد عنده شويه دور برد انت ما تعرفش برضه ممكن يبقى عايز يشرب حاجه سخنه كل شويه يعني. أيوة. برضه يعني دي حاجه ربنا قال لنا لو حد المريض اللي بيبقى عنده مرض مزمن زي مثلا السكر، لان ده مرض مزمن. أيوة. بتبقى عنده حاله، يعني هو بيبقى حساس اكتر من حواليه. انا نفسي ابقى زيهم، اكل زيهم، اشرب زيهم،
بيهم، فبتبقى من حساسيته ممكن يعمل حاجه تضره. طيب هل خصوصا معلش هقطعك، خصوصا ان في مرحله المراهقه انا ببقى متمرد على الواقع، يعني صحيح. هو طبيعي في الوقت ده بيبقى عنده تغير كده في سلوكه وفي هرموناته وفي كل حاجه، فهو بيتغير، ففي الوقت ده بيبقى حساس اكتر كمان. انا اللي عندي السكر بالظبط فيبقى متضايق عموما. طب هل برضو يعني المراهق اللي عنده السكر فطاره وسحوره زي برضو اي حد طبيعي؟ يعني البلح مثلا لانه في نسبة سكريات، هل بقدر معين، الاكل برضو بقدر معين؟ المريض السكر طالما بياخد ادويه ليها فهو خلاص يقدر ياكل اللي هو عايزه، ما هو بياخد الادويه بتبقى بديله لفكره الانسولين، بتشجعه انه يبقى موجود، فبيقدر ياكل بس طبعا مش بكميات، بالمعتدل. فمريض السكر طالما بياخد ادويه لده فخلاص فهو بيفطر عادي. البلح عموما انا من 1 ل 3 انا ما عنديش اي مشكله فيه، لان هو بيعمل توازن لنسبه السكريات اللي انت طول النهار فقدتيها من نتيجه الصيام، لكن اكتر من كده لا. طب الحلويات الشرقيه ودي طبعا برضو ضيف دائم على السفر المصريه، يعني الاطفال والمراهقين وبالذات لو حد عنده حاله مرضيه برضو تنصحي ان هو ياكل منها قد ايه؟ لان في بعض الناس تيجي تقول لك ما هو شهر في السنه خلاص بناكل زي ما احنا عايزين، فانت شايفه ايه؟ لا مريض السكر لا، هو ممنوع عليه ان هو ياكل حلويات، لو حتى هياخد حلويات وهو واخد الدواء الخاص بيه يعني اقل كميه ده، وقصادها لازم يقلل كميه نشويات اصلا اللي بياخدها. بصي عموما السكريات الواضحه والصريحه دي المفترض انها ممنوعه دلوقتي. حتى حضرتك عرفتي ان الهرم الغذائي اتغير. كنا زمان بنتكلم ان القاعده بالنسبه لي هي النشويات من 50 ل 65% من وجباتنا نشويات وكذا. حاليا الوضع اختلف نتيجه لوجود الامراض المزمنه اللي ظهرت والاوبئه اللي بقت موجوده، جهاز المناعه عندنا بقى استقباله اختلف. صحيح. فاصبحنا السكريات والنشويات كمان بقت في الخانه اللي هي 10 15% في اليوم. فاحنا اتغير عندنا نظامنا الغذائي، وبالتالي انا ما اقدرش اقول السكر اصلا بقى يعني نوت الاونسز، يعني مش مسموح. فانا لما اخد منه اخد قد ايه؟ معلقه المسموح لي معلقه. تخيلي بقى معلقه انت ده في السكريات او في الحلويات هيبقى ايه؟ لا طبعا ده غير المشروبات الرمضانيه. ممكن ياخد حاجات، ما هي في حلويات ممكن تتعمل نسبه السكريات فيها اقل، يعني ممكن تعملي مثلا زي الكريبات مثلا بس تعمليها بموز، تعمليها يعني فاهمه قصدي؟ لكن مش لازم اخد سكر كده او شربات صريح او عسل او كده. طيب خلينا نقول برضو يعني طلعت موضة من قبل حتى رمضان بقى لها كذا سنة فكرة الصيام المتقطع، وأطفال كتير بتتبعه، بالذات البنات في السن بتاع المراهقة، وفي تغيرات هرمونية بتحصل أحيانا بنات بتزيد في الوزن، فتقول لك إيه نلجأ للصيام المتقطع. حضرتك مع أم ضد ده بالنسبة للمراهقات والمراهقين؟ لا هو بس ما ياكلش بالليل، مش لازم ان انا اعمل نظام صيام متقطع. انا في حاله تغير هرموني، بعدين انا بعمل نشاط اصلا بيفقدني اصلا الطاقه اللي عندي، فانا ليه اعمل نظام صيام متقطع؟ انا لو مشيت على نظام غذائي عادي 3 وجبات عاديه وباكل باعتدال انا اوتوماتيك وزني هيتظبط، ملهاش علاقه بقى. لكن النظام الصيام المتقطع ده ليه حالات برضو خاصه بيه، يعني نظام لو حد عنده تكيسات في المبيض، لو عنده مقاومه انسولين، لو كذا، هو اصلا النظام ده اتحط ليهم للحالات دي. بيعمل حاله من حالات الارتياح في الجسم، بس انا في سني وانا عندي 12 سنه او لا مش محتاجه اعمل ده، اللي هو مجرد بس انظم الوجبات بالزبط. واوقاتها وامنع اكل قبل النوم مثلا بساعتين وخلاص وبس خلاص. انا مش محتاج اعمل صيام، مش محتاج اقعد 12 او 14 ساعه من غير اكل. ده في ناس بتقعد 18 ساعه كمان. يعني لا ده وهو في سنه طفل يعني. لا طبعا اكيد مش طفل يعني، بس سن كبير بيبقوا بيتباروا مين يقعد اكتر كصيام متقطع. فحضرتك مش مع ده مع كل الحالات؟ الاطفال طبعا، الاطفال لا. الاطفال لا، انا مش عايزه اعمل للاطفال اي انظمه حاده او جامده، لا هو كل الفكره انا بنظم. الام على فكره هي مفتاح الموضوع. بصي اقول لك حاجه، هو الطفل هيجيب اكله منين؟ من البيت. بالبيت. لو انا البيت عندي الاكل فيه صحي، هو هيجيب اكل مش صحي منين؟ صح. وانا لو منعه وحاطه يعني رولز كده، انا مش ما فيش بقى سناكس، ما فيش ديليفري، ما فيش مش عارفه ايه، خلاص هو هيتعود على اللي انا بعمله، ويبقى ده زي المكافاه بالنسبه له. لكن انا مش طول الوقت حاطه له وسايبه له الدنيا مفتوحه وبعدين اقول هو بيتخن ليه؟ ما انا المفتاح عندي، هو ما كبرش للدرجه اللي هو يعتمد على نفسه. طيب لو اتكلمنا على الاطفال اللي بتتمرن وتمارينهم بعد الفطار، برضو حابه اعرف من حضرتك يعني طريقه الفطار بتاعتهم تكون ازاي، بالذات لو التمرين بعد الفطار مثلا على طول، يعني المغرب 6 التمرين احيانا بيبقى 7 او 7:30، ياخدوا حاجه خفيفه وبعدين يرجعوا يكملوا، يعني قول لنا برضو يعملوا ايه؟
ياخدوا حاجه خفيفه فعلا وبعدين يرجعوا كمان عشان ما يتعبوش. يعني مثلا لو هياخد البلح واللبن مثلا كده واي قطعه بروتين خلاص، وهو بقى اثناء التدريب بتاعه يبقى معاه مشروب خاص بيه. يعني مشروب ممكن مثلا نعمل مشروب ايه، الميه العاديه بتاعتنا وبشرايح ليمون ونحط مثلا عليها جنزبيل بالظبط، ومعلقه ملح ومعلقه سكر او عسل ونقلبهم كويس اصلا ده يشربوا كده. موز يبقى قصدي لحد ما ياكل الوجبه الاساسيه بعد ما يخلص التمرين. لكن ما ياخدش الوجبه الاساسيه قبل هيتعب اثناء التمرين. هيتعب. وبعد التمرين بقى هل ياخد برضو سناك؟ يعني هياخد الوجبه الاساسيه خلاص، السناك امتى والسحور امتى؟ لان للاسف انا بيصعبوا عليا بالذات الاطفال دول، لان بيبقى يومهم من الصبح بالليل متواصل، مدرسه وتمارين مع الصيام. التمرين لو ساعه وهو خلاص خد الوجبه بعد الساعه، لو هيبقى العيشه جت عليه وصلى وبعدها ممكن على الساعه 11 مثلا او حاجه ياخد وجبه ثانيه بس صغيره او لحد السحور. لحد بقى السحور. حضرتك تنصحي السحور يكون تقريبا الساعه كام؟ كل ما يتاخر كل ما نبقى احسن. يعني الساعه 4 مثلا 3:30 يعني بما ان الفجر دلوقتي بيبدا 5 الا، فيعني في الرينج ده 5:15 تقريبا عشان ياكل ويبقى في وقت برضو ان هو. طب بعض الناس وبعض الاطفال تقول لك انا صعب جدا ان انا اقوم من النوم اتسحر، ممكن بس اقوم اشرب ميه، لكن عشان انام واصحى اتسحر الموضوع بيبقى صعب ومرهق عليا، برضو تقولي لهم هو خلاص لو هو الطفل نفسه شايف انه مش قادر هو كده مش هيصوم. ما انت مش تشرب ميه وتقعد لحد الساعه كام من غير اكل وشرب. فاهماني؟ بس فهو دلوقتي انت لو مش هتقدر خلاص، لكن لو هتقدر عشان ده انا بقى اشجعه بقى، لو هتقدر تقوم وتتسحر معانا فانت تمام هتصوم، لو مش هتقدر تقوم وتتسحر معانا فانت تمام مش هتصوم. بس لو سن مراهقه صعب تقولي له كده؟ لا ما هو لو لازم لا هيقوم يتسحر. في بعض الاطفال في وقت المراهقه يقول لك استحاله، بالذات مع وجود مدرسه وصحيان بدري، يقول لك انام مش هيقدر هيتعب. وبمشكله ان احنا فتره الصيام عشان طويله فهو بيفقد عناصر غذائيه طول الوقت. فبعد فتره مش طويله هيبتدي يبقى مجهد جدا، مش قادر حتى يروح المدرسه، نايم على طول، دايخ حتى في الفصل هو مش مركز. ما انا بقى كأم اقول له انت دلوقتي انت هتتعب. انت لما تصحى تتسحر نص ساعه مثلا معانا او حاجه خفيفه، حتى لو ايه عملت لك ساندوتش بيض على جبنه مش عارفه ايه، خلاص حاجه صغيره ان شاء الله حتى ربع بالظبط، وخدت وجبتك اللي ممكن تديك باور لحد ما تكمل صيامك. لكن من غير سحور خالص هو مش هيستحمل 3-4 ايام، وفعلا هتلاقي باين عليه اثار الاجهاد. تمام. دكتوره مروه عادل، دكتوره في التغذيه العلاجيه وعلوم الاطعمه، سعيده بوجود حضرتك معانا النهارده والمعلومات الجميله اللي قلتيها لنا. نتمنى يا رب كل الامهات تكون استفادت وتنفذ اهم حاجه المعلومات دي. شكرا لحضرتك جدا. مشاهدينا لسه متواصلين مع حضراتكم، وفاصل والفقره اللي بعدها.